اهلا بيكم في حلقه جديده من اومني فيرس واتشر. سمعنا ان دي سي دلوقتي بتعمل فيلم لشخصيه كلاي فيس. النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على كلاي فيس في الكوميكس، ناخد فكره عنه عن قدراته. كلاي فيس هو شخصيه تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر ديسمبر سنه 1961. الكلام ده كان في العدد رقم 298 من سلسله الكوميكس ديتكتيف كوميكس على ايد الكاتب الكبير بيل فينجر. كلاي فيس هي عباءة مجرم حملها ناس كتير جدا. النهاردة هنتكلم على تاني واحد حمل الهوية دي، وهو مات هيجن، لان هو ده اللي هيظهر في الفيلم. هو اوريدي ظهر في عالم الدي سي يو في مسلسل الانيميشن كريتشر كوماندوز. مات هيجن مرة كان بيغطس بيدور على كنز غرقان، بيلاقي كهف. الكهف ده فيه بركة من البروتوبلازم بيغمر نفسه فيها. هو بيتغير، بيتحول لشكل طيني مرن قادر على التشكل لأي شيء هو عايزه. بيستغل القدرات دي بعد كده في الأعمال الإجرامية. بيبقى عنده نقطة ضعف كبيرة جدا، وهي إن القدرات دي بتستمر 48 ساعة بس وبعد كده بتروح. بيبقى مجبر إن هو يرجع للبركة تاني عشان يسترد القدرات. نقطة الضعف دي بتؤدي إن باتمان وروبن بينجحوا في القبض عليه. بيقضي فترة في السجن، بعد كده بيهرب، بيرجع تاني على البركة، بيقرر يدرسها، بيدور على طريقة تخليه يحتفظ بقدراته أكبر وقت ممكن. هو بعد كده بيتنكر على شكل الناس الأغنياء في جوثام، لما معلومات كتيرة، وبعد كده بيقابل باتمان وروبن اللي بينجحوا في التغلب عليه باستخدام مسدس تجميد مزود ببروتوبلازم كانوا لقيوه في المخبأ بتاعه، وبيرجع تاني على السجن. طبعا انت عارف انا هقول ايه دلوقتي. بيهرب من السجن تاني وبيرجع على البركة وبيسترد قدراته وبيبتدي يعمل أعمال إجرامية تاني. عارف هيقابله مين دلوقتي؟ صح، هيقابل باتمان وروبن. اللي عرفوا مصدر قوته بيروحوا وراه على البركة، بيقعوا فيها، بيبقى عندهم قدرات كلاي فيس، بيخشوا قصاده في معركة، بيتغلبوا عليه، هو بيتسجن وباتمان بيدمر البركة. بس بنشوف ان مات كان اخد عينة منها عشان لما يحتاجها بعدين. بيدرس الكيمياء وبينجح ان هو يعمل نسخة صناعية من البروتوبلازم مفعولها بيستمر لمدة 5 ساعات بس، عكس النسخة الأصلية اللي كان مفعولها بيستمر لمدة 48 ساعة. هو بعد كده بيهرب تاني، بيقرر يكون أجمد مجرم في جوثام، أجمد حتى من الجوكر. بيخش قصاد الجوكر في معارك كتيرة جدا لغاية لما بيجي باتمان وبيعرف يقبض عليهم هما الاتنين. هو بيهرب كلاكيت المرة المليون، بيقابل سوبرمان، بتجيله فكرة ان هو يتشكل على هيئته. بالفعل بيعمل كده وبيبقى عنده قدرات سوبرمان. باتمان بينجح في التغلب عليه باستخدام كريبتونايت، بيوديه السجن. انا مش عارف سجن ايه ده ملاهي، بيخش في الوقت اللي هو عايزه وبيطلع في الوقت اللي هو عايزه. المهم هو في السجن بيجيله عالم اسمه بريستون بين. الراجل ده يائس، وشه مشوه، بيدور على طريقة تخليه يرجع لطبيعته. بنشوف ان هو كان عايز يعرف سر المعادلة الكيميائية اللي كان عملها مات. بياخد منه عينة دماء وبينجح ان هو يعمل مصل. بيبان في الاول ان هو قد غرضه، بس للاسف بيشوهه وبيحوله يخليه كلاي فيس 3. كالعادة بيهرب تاني وبيحاول يخطف بنته الرضيعة. باتمان وروبن بيرجعوه للسجن. بيهرب تاني وبيكتشف وجود مدخل تاني للبركة اللي ادته قدراته. بيخطف لويس لين، بيجي سوبرمان ينقذها وبيبخر البركة. هو بعد كده بيموت في قصة كرايسيس ان انفينيت ايرثز. احنا دلوقتي هنتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو في الاساس ما عندوش قدرات، بس لما بيتعرض للبركة دي بيبقى عنده القدرة على التحول لأي شيء ولأي شخص هو عايزه. بيبقى عنده قدرات الشخص ده كمان بشكل مؤقت. بالإضافة لده هو كيميائي بارع. بالنسبة لظروف الأعمال الفنية فهو ظهر في مسلسلات الأنيميشن The New Adventures of Batman، Young Justice وتين تايتنز جو. وظهر في 3 مسلسلات من عالم دي سي انيميتد يونيفرس، بالاضافه ل3 العاب فيديو جيمز. من المتوقع ان شاء الله ان فيلم اللايف اكشن بتاعه هيتعرض سنه 2026. هيكون تالت فيلم في عالم دي سي السينمائي الجديد اللي هو دي سي يو. في المرحله الاولى اللي اسمها شابتر 1 Gods and Monsters. الفيلم من المتوقع ان هو يكون رعب وتشويق. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على كل ظهور كلاي فيس في الكوميكس، بالتحديد نسخه مات هيجن. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت كنت تسمع عن الشخصيه دي قبل كده ولا لا، وايه رايك فيها؟ متوقع الفيلم هينجح ولا هيفشل؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.